مثلا من اكثر الحوايج اللي كيتلفوا ملي كتدخل الدومين ديال الفيديوغرافي ولا الفوتوغرافي هو لو شوا ديال لوبجيكتيف اللي غادي تشري، حيت كاين بزاف ديال الانواع ديال لي زوبجيكتيف. كاين البرايم، زوم، الفيش اي، الانامورفيك، التيلت شافت وزيد. هذا موضوع اخر نقدر ندير فيديو سبيسيال نشرح فيه كاع الانواع ديال الزوبجيكتيف والفرق بيناتهم الا كنتو انتريس. اما الا ما كنتيش عارف اش من اوبجيكتيف تاخذ، وسيرتو الا كان عندك البيدجي غير ديال اوبجيكتيف واحد، بهاد لوكا كنظن احسن شوا عندك هو تبدا بستاندر زوم لانس، اوبجيكتيف اللي كيزومي. علاش؟ حيت جينيرالمون كيزومي من واحد الزاويه اللي نسبيا كتكون عريضه حتى الزاويه اللي كتكون شويه ضيقه واللي كتلاقي البورتري مثلا، بحال لوبجيكتيف اللي معنا اليوم اللي هو سيغما 1850 اف 2.8. كيف ما شفتوا كيقدر يزومي، يعني كيبدا من 18 ملم ويقدر يزوم لك حتى ل 50 ملم، على عكس البرايم لانسز اللي بحال هذا كمثال فيلتروكس 13 ملم اف 1.4 ما يقدرش يزومي وكيبقى مفيكسي في 13 ملم في فتحه عدسه ديال 2.8 من 18 حتى ل 50 ملم، الحاجه اللي واعره بزاف. يعني ملي كتزومي ان ولا اوت لوفيرتور ديال العدسه ما كتبدل. وهذا لوبجيكتيف خارج خصيصا لي بواتي اللي فيهم كابتر كروب يعني اي بي اس سي، وماشي 35 ملم فول فريم، وخارج لي مارك سوني، فوجي، كانون، نيكون، لوميكس، يعني الاغلبيه ديال لي مارك في المارك. دابا نهضروا على الديزاين والبيلد كواليتي. اول حاجه اللي شديتي في يدك كتلاحظها هو الحجم ديالو اللي صغير وكومباكت، الحاجه اللي فريمون واعره بزاف. لو بوا ديالو غير 290 غرام تقريبا. ولا سولتي الناس اللي كيصوروا بزاف في اغلب الحالات غادي يقول لك قد ما العتاد كان خفيف قد ما مزيان، يعني طلعوا فان ستابيليزاتور ما كاين حتى شي مشكل، ما غيزيدش عليك بزاف لو بوا. وحتى في الكارطاب ديالك اللي كنتي كتحرك بالجيرز ديالك بزاف ما غاديش تحس به في الكارطاب ديالك. لوبجيكتيف مصنوع من البلاستيك، مي راه واخا بلاستيك راه بلاستيك كاليتي طالع، وفي الشده ديالو ما غاديش يبان لك شي حاجه رخيصه، فريمون بريميوم كيف ما معروف بيان سور على لي زوبجيكتيف ديال سيغما. الماونت عندنا هنايا مصنوع من الحديد، ما فيه حتى شي بوطون باش كونتروليه، بحال السويتش اللي كدوز من المانيوال اوتو فوكس، وملي كتزومي به فريمون كتحس داكشي سمود وكلشي شاد بلاصتو، يعني ما كاينش شي جو في شي بلاصه. وحتى هاد الرينغ ديال المانيوال فوكس حتى هي رطبه وما كدير لا ضجيج لا والو، مي خفيفه شويه، ما كرهتش تكون كانت ريزيستونس كثر، الحاجه اللي كتعاون الا كنتي كتفوكسي بيدك. عندك هاد لانز هود حتى هي مخدومه مزيان ودايره بالكاواتشو هنايا، الشده ديالها حتى هي فريمون بريميوم. ولا بغيتي تركب شي فلتر يو في بولاريزي عندي ولا شي واحد اخر، فالعبار اللي خصك تشريه هو 55 ملم. عندك بيان سور الوادر سيلد غاسكيت، كتعرفوا بهذا لو جوان اللي كيكون داير بالماونت ديالو، يعني تقدر تصور به تحت الشتا، غير خاص تكون البواتي ديالك حتى هي بيان سور وادر سيلد. مي واخا هكاك كنزعم الصراحه نصور به تحت الشتا الا بيان سور الا كانت كتنقط. ما فيهش ستابيليزاسيون انترن، يعني خص تعول على ستابيليزاسيون ديال الكاميرا ديالك. البيرفورمانس ديال لوتو فوكس بيان سور كيف ما معروف ديما على لي زوبجيكتيف ديال سيغما ما كيزقش الصراحه كو سوا في سينجل بوينت اوتو فوكس ولا في لوتو فوكس كونتينيو. اللوتو فوكس صراحه فيه رابيد ديال بصح تخيسي سيرتو مع لي بواتي ديال سوني، وما فيش داك التنزيل صداع ملي تكون خدام بلوتو فوكس، يعني سكوتي. وهادشي بالنسبه لا فيديو ولا فوتو. من الاخر غتقدر تعول عليه في هاد البلان هادي، يعني ما غيزقش لك لا بيرسون اللي غادي تصور ولا لوبجيكت اللي باغي تصور. وهذا تيست ديال اوتو فوكس. شفتوا شي حاجه؟ مكاينش مشكل في الاوتو فوكس لا في 18 ملم ولا زومين حتى ل 50، يعني واش قداش كيبان حتى شي مشكل. كي اوتو فوكس مزيان ما كيسقلش كما قلت لكم. وعلاش كنهضر شويه حيت دابا انا في مكتبه. ودابا اهم حاجه، واش كاين شي كاليتي ديماج ولا نغيروها؟ هنا كاينه المفاجاه. تيست ديال الشاربنس كيف ما كتشوفوا ما عندي ما نقول من اف 2.8 ليماج شارب ديال بصح، الكونتراست حتى هو مخير، وهذا الشيء من 18 ملم حتى ل 50 ملم، لا في السونتر لا في الجناب ديال الكادر. لي زيماج عاوتاني ديالو كيف ما كتشوفوا زوينين صراحه، لي كولور خارجين مزيان ناتورال،
وهادو دي فوطو اللي ماشي ميديتين قبل. هادشي باش تعرفوا اللانس علاش قاد. دونك من الاخر الكونتراست والشاربنس هربانه، العز ديال الخلفيه ولا البوكي حتى هو ما بيش، داكشي كيبان ناعم كما كتشوفوا ماشي اغريسيف. مي الا بغيتي احسن ريزلت ديال العز ديال الخلفيه غتزومي حتى ل 50 ملم وتصور باف دو 8 في شحال ديال العدسه. لابيراسيون كروماتيك حتى هي مخيره وكونترولي مزيان في هذا لوبجيكتيف. الناس اللي ما عرفونيش علاش كنهضر، لابيراسيون كروماتيك هي الانحراف في لي كولور اللي كيوقع في الحواف وفي الحاشيه ديال لوبجيكت اللي غادي تصور، سيرتو ملي كتكون لا سورس ديال اللوميير جات مورا ديك اللعيبه اللي باغي تصور نتايا وانت قدامها. غالبا كيكون على شكل الخطوط اللي هما بالكولور فيولي بحال هادو اللي كيبانوا هنايا. واحد البلان اللي واعر حتى هو في هذا لوبجيكتيف هو انه كيقدر يقرب اللوبجيكت ديالك مزيان ويفوكسي من الفوق، يعني المينيموم فوكس ديستانس فيه صغيره بزاف. الحاجه اللي كتعاون الا كنتي باغي تصور الديتاي ديال شي حاجه وتقرب ليها مزيان، يعني فيه الخاصيات ديال الماكرو لينز. بحال مثلا في العراس لي فوتوغراف كيبغيو يصوروا الديتاي ديال الخاتم، ولا مثلا الناس اللي كيديروا البرودكت فوتوغرافي ولا الفيديوغرافي حتى هما كيبغيو يقربوا اللوبجيكت ديالهم مزيان. دابا انا علاش خديته؟ اول حاجه كان خاصني اوبجيكتيف زوم. لي زوبجيكتيف الاخرين اللي عندي هذا اللي كتشوفوني بيه وهذا الاخر هادو بجوج بهم برايم، يعني ما كيزوميوش. كان خاصني ان اوبجيكتيف اللي كيصور من واحد الزاويه اللي شويه واسعه ويزومي، يعني نقدر ندير به كلشي. وشي نهار مثلا الا كنت غادي خارج وحاير اش من اوبجيكتيف ندي معايا، نقدر ندي معايا غير هذا بوحدو وندير به كلشي. الحاجه الثانيه علاش خديته وعلاش اختاريت هذا بالضبط هو الحجم ديالو اللي صغير بزاف، يعني الا خرجت نصور برا ما غاديش نتمحن معاه. والحاجه الثالثه هي الكاليتي ديماج اللي واعره بزاف، ولو فات انه كيقرب الاوبجيكت مزيان، يعني غادي نقدر نخدم به اوسي كماكرو لينز ونصور به لي ديتاي ديال لي برودوي اللي غادي ندير هنا في لاشين. ماشي كلشي زوين في هذا لوبجيكتيف، بيان سور كاينين دي بوين نيجاتيف. والحاجه الاولى اللي بوين نيجاتيف بالنسبه لي هو انه كيبدا من 18 ملم ماشي من 16 ملم. 18 ملم تقدر تجيب بزاف ديال الناس زاويه اللي ماشي عريضه كفايه، خصوصا الناس اللي كيصوروا راسهم والفلوغات وداكشي. ما فيش ستابيليزاسيون انترن، سيتادير البواط ديالك الا ما كانش فيها حتى هي ستابيليزاسيون انترن ملي تكون تصور بيدك سيرتو في الفيديو غادي يجي داكشي كيتزعز، يعني خصك ترد البال من القضيه سيرتو الا كنتي كتصور بيدك بزاف وما عندكش بيان سور ستابيليزاتور. صافي هادشي اللي بان لي خايب. دابا نهضر لكم على كيلكو زالتيرناتيف. الاول هو تامرون 17 70 ملم اف 2 حتى هو اوبسيون مخيره وفيه ستابيليزاسيون انترن، كيقدر ميم يزومي كثر حتى ل 70 ملم، هذا يقدر يزومي غير حتى ل 50 ملم، وميم كيبدا ب 17 ملم يعني الزاويه عرض شويه من ديال هذا، مي الحجم ديالو كبر من هذا بزاف، والمينيموم فوكس ديستانس بعيده شويه، سيتادير ما تقدرش تقرب اللوجيك ديالك بزاف او موا ماشي بحال هذا. والثمن ديالو بيان سور غلى من هذا واحد شويه. الالتيرناتيف الثاني هو سوني 16 50 ملم اف 2 مي هذا غير الا كانت عندك البواطي ديال سوني، حيت كيخدم غير في سوني. كيبدا من 16 ملم دونك فريمون بلان زاويه واسعه، والبيلد كواليتي ديالو صراحه احسن لا من سيجما لا من تامرون اللي هضرنا عليه. مي الثمن ديالو صراحه غالي بزاف وكيجيني ما يستاهلش داك الثمن كامل. الثمن ديالو راه الدوبل ديال هذا. الالتيرناتيف الثالثه حتى هو من عند الشركه ديال سيجما، والصراحه راه احسن من هادو اللي هضرنا عليهم كاملين واللي يلاه خرج سيمانه ولا جوج دابا، واللي هو سيجما 1740 اف 1.8. اف 1.8 الخوت راه فريمون الخيال العلمي، كيدخل لا لوميير اكثر مقارنه مع اف 2 اللي كاينين في هادو اللي هضرنا عليه، الشيء اللي كيعني عزل ديال الخلفيه غادي يكون احسن. مي دو توت فاسون غادي نعزل هذا عليه، علاش؟ حيت الحجم ديال هذاك راه تقريبا الدوبل ديال هذا، وبيان سور حتى الثمن راه حتى هو تقريبا الدوبل ديال هذا. وبوين اللي تقدر تكون نيجاتيف بالنسبه لشي وحدين هو انه كيزومي غير حتى 40 ملم. خلاصه امونافي سيجما 1850 اف 2 كيعطي فالور كبيره في هذا السيكمون ديال لي زوبجيكتيف. هذاك الشيء علاش هو من توب سيلز في العالم في هذا السيكمون ديال ستاندر زوم لانس. كومباكت، فتحه ديال العدسه اف 2 اللي ثابته، شارب ديال بصح، لوطو فوكس فيه هربان، وكيغطي من 18 حتى 50 ملم، سيتادير بوليفار، يعني دير به كلشي. لا في الاستوديو لا كسولو كرياتور، لا في الفيديو ولا في الفوتو راه مخير. من احسن لي شوا كاول اوبجيكتيف ديالك، ولا تابغريدي ليه الا كنتي مازال خدام بالكيت لينز في بواتي ابيس. لايك الفيديو وتابونا الا ديتي منه شي حاجه. الله